السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اذا ورسميا ونقلا عن موقع كرة الشهير، الموقع العربي المختص بالرياضة العربية والرياضة العالمية، عم يذكر من خلال هذا الخبر اللي تصدر المشهد لتاريخ 17 آب عن وافد جديد لدوري روشن، وهو اللاعب عمر السومة. اقترب السوري عمر السومة مهاجم نادي الاهلي والعروبة السعوديين من حسم بقائه في دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم، ويتصدر السومة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين برصيد 155 هدف بعدما لعب الموسم الماضي بقميص نادي العروبة. وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن الأقرب للتعاقد مع السومة هو نادي الحزم الذي عاد إلى دوري روشن هذا الصيف بعد تأهله من الدوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وأشارت وذكرت الصحيفة أن عمر السومة الذي لا يرتبط بأي عقد مع أندية في الوقت الحالي تلقى بعض العروض من الأندية في دوري روشن، لكن الحزم يعد الأقرب للتعاقد مع المهاجم المخضرم. أكيد نحن كنا ذكرنا بعدة فيديوهات أن عمر السومة دائما اختياره الأقرب هو البقاء بالدوري روشن للمحترفين أو الدوري السعودي للمحترفين من أجل الاستمرار بتسجيل الأهداف ويحافظ على لقبه واسمه كهداف تاريخي للمحترفين لهذا الدوري. أكيد لاعب كبير عم يتقدم بالعمر، بعتقد يعني العقد بيكون موسم أو موسم ونصف، خصيصا نادي الحزم من الأندية متوسطة المستوى اللي هي بدها تصارع وتحارب حتى تبقى بدوري درجة الممتازة أو دوري المحترفين. وبنعرف إنه الدوري السعودي لهذا الموسم عم يزداد جمالا وعم يزداد بتألق اللاعبين المحترفين الأجانب اللي عم يتواجدوا بهذا الدوري، والمنافسة أبدا ما عم تكون سهلة بين الأندية المتصدرة قائمة الأندية القوية بهذا الدوري، الاتحاد والهلال والنصر والشباب هي الأندية المدعومة الأكثر مالا حتى هي تقوم بصفقات عالية تستثمر بالدوري السعودي، وتكون الرياضة هي شيء مغير بالبلد، وخصيصا أنه السعودية بدها تستضيف كأس آسيا وعندك كأس العالم بقادم السنوات. إضافة لنادي الأهلي، نادي الأهلي اللي توج ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الماضي. نتمنى التوفيق للنجم واللاعب السوري عمر السومة بالتجربة الاحترافية الجديدة الثالثة مع أحد الأندية بالدوري السعودي للمحترفين. أكيد الأنظار والإعلام بدها تغطي أرقام اللاعب، تحركاته بالملعب، تصريحاته، لأنه نجم كبير، لاعب هداف قناص. أكيد المستوى ما عاد مثل قبل، ما عاد مثل أيام زمان، لكن إن شاء الله بيكون عمر السومة وبيستمر بالتألق وبالإبداع بتسجيل الأهداف، وبيستمر بكسر الأرقام الخاصة بالموضوع كهداف تاريخي لهذا الدوري، والدوري اللي يعتبر من الدوريات القوية مو بآسيا بالعالم. بتمنى أقرأ تعليقاتكم، وشكرا على التعليقات الماضية اللي كانت على القناة.